صلوا بنا على رسول الله. محدش بيعمل المصداقية ديت غير العبد لله، صح والله. ومن الآخر الكاميرا مبينة لكم الريشة دي صفرا أوي، صح؟ بصوا من الولاد، بصوا الريشة، شايفين الريشة التانية؟ شايفين؟ شايفين الريشة دي؟ أنا حتى معلمها من قصصها كمان عشان إيه؟ دي هتتعامل معاملة خاصة في التمليح. دي باردة مية حادقة شرش، وده مية خليط برضه، بس ما هياش حادقة شرش، مية خليط. إنما اللي هي شوفوا محدش يعرفها غير لما يكون واحد صياد أو حاجة زي حنا كده، شيء زي أختها بالظبط. لكن الظهر ده والظهر ده أهو، لكن الريشة دي اسمها ريشة. شايفين؟ وضح لهم كده عشان هم يبقوا عارفين. هتوديها برضه، بصوا قدام هتوديها بدرجة صفر شوية عن التاني. تمام اهو، تمام. الريشة فده بلدي مية حادقة، دي بقى شوف حتى تلاقي جسمها جامد شوية. إنما دي تبقى دي غليظة كده، فيعني في الملح تمام تبقى ديت ناشفة، فاحنا بنطريها فبنملحها لوحدها بطريقة خاصة. إنما الهواني بنملحها عادي. فدي اللي تخاف منها، دي بتاعت مية حادقة. لو كان عندي سمك تاني مثلا بتاع مبروم ولا حاجة كنت تكون مثلا كان عندي كله سمان، تمام. فهي دي بقى بتاعت المية الحادقة، أم ريشة صفا.